السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي الكرام من قناة سوبر فود، راح نقدم لكم اليوم وصفة مقرود اللوز على طريقتي. إذا نتابع الوصفة بعد ما نشوفوا هذا الحبة اللي راح نقسمها قدامكم. راكم تشوفوا فيها الله يبارك كيف راهي جات ذوب في الفم، معسل من الداخل، ما شاء الله، يعني ذوق بنا ولا أروع. دونك تابعوا معايا المقادير اللازمه لهذه الوصفه. عندنا هنايا كيله، انا كيلت بنفس الصحن او الطبسي، كيله لوز مرحي على الشكل هذا، ما هو خشين ما هو رقيق بزاف. عندي هنا نصف كيله تاع سكر، ما نحبش ندير كيله بكيله خاطرش راح يجيك معسل بزاف. وعندي لهنا مبشور 3 حبات ليمون. عندي لافاني هنا راح نرفد مقدار ملعقة. عندي لهنا لافاني منكهة بالزبدة. وعندي عطر ماء زهر. دونك هنا عطيتكم ببغي المقادير اللي لازم. راح نبداو على بركة الله. راح نحط انايا هنا اللافاني مع السكر، ونزيد لها مبشور الليمون. دونك انا حنديهم ميكسور نرحيهم مع بعضهم فوالا كيما هنايا. هنا عندي انايا بعد ما رحيتهم راح نضيف البيض. انا عندي هنايا كيلو دالي 3 بيض، على حسب الوزن تاع البيض تاعكم. اذا كان 3 صغار ديروا 4، واذا كبار ديروا 3. دونك نرحيهم كامل في بعضهم يعطيني الخليط هذا فوالا. هنا الخليط هذا راح نضيف له طبعا المكيال تاع اللوز اللي عندي. بعد ما نضيف هنا اضفت لافاني بنكهة الزبدة، واضفت ماء زهر تقطع لي المقطع ما صورتوش، اضفت قرصة من الملح. وهنا راح خلط الكل مع بعضه ونبدا نضيف تدريجيا اللوز طبعا، ونخدم بيدي. طبعا قلت لكم حساب الوزن تاع البيض اذا كان صغير او كبير. دونك انتي تخدمي وعينك هي ميزانك. لكن شفتي الخليط ما تلملكش تقدري تضيفي بيضه. المهم راح نشوفوا القوام اللي لازم تحصلوا عليه. دونك هنا تحاولي تدخلي مليح بيدك اللوز حتى تحصلي العجينه. هنا ننصحكم تضيفوا ملعقه زبده طريه بدرجه بحراره درجه المطبخ، وتدخليها مليح في العجينه تاع اللوز. هنا علاه نضيفوا الزبده باش لهذيك العجينه ما تنشفش لكمش حتى ولو كانت تطول. انا هذه النصيحه ديتها من امي ربي يرحمها، كانت طمية اللوز كي ديرها دائما نزيد لها زبده، وتقولنا باللي الزبده راح تخلي الحشوه طريه. هنا بعد ما درتهم على 3 كوريات، قسمتهم 3 كوريات، راح ندير دي بودان هكا بالشكل هذا، ونحاول شاك فوا كي نبرم هذاك البودان نحاول نطلع في الوسط على الشكل هذا، ونعدلها باش تجيني الحبه تجيني مقمقمه ما تجينيش مبسطه. عندي هنايا كوبات راح نستعملو. بون اللي ما تقدرش تكيل بنفس المكيال تحط الحبه قدام اختها وتكيل عليها. هنا انا استعملت عيني ميزاني، نقطعها على الشكل هذا فوالا. ونحاولوا طبعا نسويو الحبه، يعني نعدلوا الاطراف تاعها والجوانب تاعها حتى نتحصلوا على حبه يعني مستويه من كل الجوانب. هي طريقه سهله، يعني اللي عندهم درك ان شاء الله المناسبات يعني تقدر ديرها في دقائق.
اذا هنا راح نكملهم كامل. خليكم تشوفوا الصورة تعبر طريقة العمل، وإن شاء الله نرجعوا نشوفوا التتمة. هنا راح نعطيكم بتيت استيس برك. اذا حبيتوا من نفس العجينات تستعملوا شكل اخر على شكل ملبس، نستعملوا الطريقة هذه. وطبعا راح نستفاد كما نقولوها بحجر عصفورين. كم هنا حطيت شوية فرينة، ما كانش عندي بابي كويسون، حطهم يطيبوا في الفرن جيست يصفاروا برك ونعاودو نستخرجوهم. هنا نطابوا لي شويه، تحمروا لي من تحت، مي سي با ميشون، يعني جاو طريين كمام. هنا عندي السكر ناعم، طبعا توجديلو الماء زهر. انا استعملت هنا ماء زهر مقطر، عندك مصفات باش تصفي. دونك نبداو لهنا. اول حاجه كاين اللي يستعملوا يديروا له العقده ماء زهر والسكر والماء ويحطوه يغلي ويشربوه في. انا هنايا يعني الطريقه هذه اللي حاب يديرها يديرها، مي انا نفضل الطريقه هذه. ديجا هو اصلا راهو معسل يجيكم من الداخل، وزيد راح تغلفوه بالسكر، دونك راح يجيكم يعني يقهم. دونك جو بريفير ان الطريقه هذه هي اللي درتها وخرجت لي يعني ما شاء الله، جا معسل وجا حلو ما شاء الله. يعني ما جاش حلو بزاف، جا مليح يعني تاكليه وتحبي تزيدي تعاودي عاودي. عندي لهنا الطريقه تاع التسكار. طريقه التسكار يعني كل وحده والطريقه تاعها، كل وحده وطريقتها. المهم تحطيه كما نقولوها تغلفيه ساعه بالسكر هكذا، ومن بعد تعاودي تغلفيه، تحطيه في قلب السكر وترمي عليه السكر وتخليه. دونك انا هذه هي الطريقه الاولى. تسكر شويه يدي الوقت وشوا كما نقولوها، كل وحده كيف تحبوا يسكر. فوالا نظن انا خففتكم طريقه التسكر، ويعني والطريقه هذه راح تخلي السكر يعني ما يتنحاش، يبقى شاد روحو. واللي تحب دير الطريقه تاع تخليه يبات ليله في السكر، هذيك كل واحده وكيف تحب. انا الطريقه هذه اعتمدتها وما شاء الله، يعني الحبه تبقى شاده روحها في السكر ما يتنحلهاش. وراح نشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم. نكملهم انا بالطريقه هذه كامل وراح نشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم. فوالا هذا بعد ما كملت التسكر وجدتكم صحن باش تشوفوه. يعني جا ما شاء الله، جا روعه، حتى السكر تاعو ما تنحالوش، يعني بقى شايد روحو. نتمنى الوصفه عجبتكم، نتمنى الطريقه عجبتكم. صلوا على رسول الله، الصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. الى وصفات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.